لو عايزين تاكلوا سندوتشات برجر بيف وتشيكن زي كده بأسعار تبدأ من 70 جنيه أو تجربوا اختراعات جديدة، فانتوا لازم تشوفوا المكان ده. بصراحة كده المطاعم في العبور اتطورت جدا والمنافسة فيها بقت شديدة، والمطعم ده بقى اكتشاف في العبور اسمه يم يم، موجود في الحي الأول في سنتر الحجاز جنب حلويات نوران الشام والبخاري. وليه بقى هينافس جدا بقوة الفترة الجاية؟ علشان سندوتشاتهم خطيرة وأسعار السندوتشات بتبدأ من 25 جنيه. هتلاقوا عندهم أنواع كتير من سندوتشات البرجر سواء البيف أو التشيكن، وسندوتشات التشيكن بتكون عبارة عن قطع فرايد تشيكن هم اللي بيعملوها بنفسهم. ولو ملكوش في الحاجات الفرايد فعندهم اوبشن انكم ممكن تطلبوا الفراخ على الجريل زي كده. وعجبتني قوي فكرة البطاطس انها بتتحط في كون زي كده وبينزل معاها صوصات تحطوها على البطاطس وتاكلوا بقى. وبمناسبة البطاطس هتلاقوا عندهم سندوتشات بطاطس كتير زي البطاطس بالستريبس والاختراع ده بطاطس مدخنة بالظبط يا جماعة، كأنكم بتاكلوا ساندوتش كباب او كفتة بس هو بطاطس وبينزل بالحجم ده. وفي النهاية بقى ممكن تحلوا بالحلو ده اسمه كشك الأمراء. اول مرة جربه، هو شبه المهلبية كده بس احلى كتير. عندهم برضو وجبات للاطفال سعرها حلو قوي. واخر حاجة بقى ممكن تطلبوا دليفري من يوم يوم، بيوصل لكم لاي مكان في العبور.